طيب المدير الفني الجديد يا جماعه للنادي الاهلي، عشان بس في كام اسم طلعوا الفتره الاخيره كده. بص يا باشا، بنته. تقول لي بنته؟ بنت مين يا كبير؟ اقول لك لا، بنته ده مدرب برتغالي مسك منتخب البرتغال ولعب معاه كاس عالم ولعب معاه اوروبا، فاهم؟ مدرب تقيل قوي، بس كل السي في بتاعه او معظمه منتخبات. الراجل لما حتى درب انديه ما نجحش قوي، عشان نبقى واضحين يعني. طيب ده ايه؟ ده اداره الاهلي عايزاه قوي، شايفه ان ده هو اللي هيجي يعدل الميل لا مؤاخذه، واخد بالك؟ طيب هل هو مدير فني كبير؟ مدير فني كبير قوي قوي قوي، كسي في عظيم. طب لو جه الاهلي شرط ينجح؟ مش شرط خالص، دي ملهاش علاقه بدي خالص. طيب مين رقم اتنين؟ جوميز. بس العقبه واللي مخليه جوميز رقم اتنين عند اداره الاهلي الشرط الجزائي بتاعه. الشرط الجزائي بتاعه داخل على مليون 300، 5 شهور، والشهر ب 200 حاجه و70 الف دولار، رقم، فاهم؟ فهو بلان بي. انت فاهم الفكره؟ يعني بنته بلان ايه عند الاهلي، جوميز بلان بي. طيب ده لحد دلوقتي في موضوع المدربين. طب تقول لي إن الرجاله دي هتيجي امتى؟ اقول لك يا باشا ما تحلمش، انت كده كده هتلعب ماتش انبي بعماد النحاس، تلعب ماتش الحرس بعماد النحاس، لكن المؤكد ان قبل ماتش الزمالك في الجوله التاسعه الاهلي سيكون ابرم التعاقد مع مدير فني جديد، وهو اللي هيقود الماتش ده. يعني عماد النحاس من الاخر مش هيقود ماتش الاهلي خالص والزمالك. احب لو وصلت معايا لحد هنا، لايك الجميل، كومنتات، احب اعرف انت تفضل بنته ولا جوميز. سلام.